والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين. ما خاب من تمسك بكم ومنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة، هذه الملائك عند القبر مجتمعة. اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة، هذه الملائك عند القبر مجتمعة. والمصطفى أحمد يبدي له جزعا، والمرتضى حيدر بالحزن وافاهم. ابصر بقلبك وانظر فاطمة الزهراء تعدو وقد نسيت في ضلعها الكسرى، حتى إليه أتت لم تحتمل صبرا. وتعاليه تنادي وحسينا وحسينا، لهفي عليها تنادي يا ولدي من ذاك فرق بين الرأس والجسد. أجئت بالدمع يروي غلة الكبد، لكن انتثرت بالسهم ويلاه، لكن انتثرت بالسهم ويلاه. قال بين البتولة تبكي إذ أتت زينب، نادت حبيبي حبيبي حسين، نادت حبيبي وضجت بالأسى تنحب. شاء الزمان بصوت الشمر أن أضرب وأن نساق إلى الطاغي سباياه. أنا الأميرة هل أسبى إلى القصر، أنا العزيزة هل أغدو بلا خدر. أخت الكفيل وتحدوني يد الشمر، أخي بعدك كم مر جرعنا، أخي بعدك كم مر جرعنا. نقول لعين عليك تربي ومدمعي لالي، وهذا آخر وداع وياك يا الوالي. عين عليك تربي وتهملي دموعي، وأبطات النوايب طفت شموعي. خويا والخيل داست ضلوعك على ضلوعي، داست من شفت تدوسك قبالي، قبال تدوس بيك الخيل وانا صراخ يا خويا، وكل قلب من صرختي تملى. يا طاح عمود خدر من جفيل طاح، آية المشرع الخيبة آمالي. نقول لأخويا أنا جيت أبخ قلبك الصاد بصب دمع عيناي، واجيب دواي لو يفيد دواي، واجيب الماي بيدي واشربك ماي، واقف بالشمس ويلوحك خيالي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة السيدة الجليلة القديسة العظيمة السيدة سكينة بنت الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليها. في مثل هذا اليوم تمر علينا هذه الذكرى الأليمة على قلب إمام زماننا أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لنحظى بشكل مختصر وبدقائق سريعة جدا ولا نطيل على مسامعكم الكريمة أن التاريخ ظلم أهل البيت صلوات الله عليهم، وظلامة كبيرة جدا واقعا، حتى أن هذه الظلامة تعدت إلى ذراريهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين. يعني تعرف ظلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، النبي ظلم كثيرا، قالوا فيه ما قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كذاب، تواجه الأذى الكبير جدا النبي صلى الله عليه وآله، حتى من البعض اللي يحسبون أنفسهم بأنهم قريبين على النبي صلى الله عليه وآله كأبي لهب وغيره. تلاحظ هذا كان يحسب نفسه أنه عم النبي صلى الله عليه وآله، مع هذا سوى والصنع وتفنن بالظلم اتجاه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ثم أنه الظلامة الأخرى لعلي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، وكان أول مظلوم إذا تقرأ وتنظر على وجه البسيطة كان علي بن أبي طالب سلام الله تعالى. ظلامة جدا كبيرة واقعا. واحدة من هذه الظلامات ظلموا علي بن أبي طالب بأبيه، قالوا عن أبيه أبو طالب قالوا عنه أنه كافر، وقالوا أنه كان يشرب الخمر وكان يسجد للأصنام. لاحظ، وهذا يؤذي الإمام المعصوم واقعا. هسه الغرض من هذا طبعا وإشاعة هذا الكلام وبث هذه السموم الغرض واضح والهدف واضح، وهو الإساءة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول لك هذا أبوه كان كذا وكذا. لاحظ، يعني هاي طبعا هاي هسه يعني موجودة في مجتمعنا مع الأسف واقعا. فلان شوية صار مؤمن، فلان خير، فلان صلى وصام فرضا، فلان قرأ قرآن. يا فلان أنت ترى أبوك كذا وكذا، أنت ليش هيك ملتزم؟ لاحظ. أو مثلا ابنه مو خوشين ابتلى على عمره كأنه صار ابنه مثلا فرضا مزين، أو ابتلى على عمره مثلا كان أبوه مثلا مزين فرضا. هسه خلينا حتى نفند هاي الشبهة ونرجع حتى ندافع عن علي وعن أبي طالب صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. فبالنتيجة هاي واقعا من الترهات اللي يطرحها المجتمع الآن على أنه يسيء لفلان ولفلان مثلا بسبب سين من الناس أو بسبب صاد من الناس. فهو إذا ابن مثلا حرف وثقافة قرآنية، القرآن واضح وصريح جدا من يذكر لنا نوح عليه السلام وابن نوح كنعان ابن نوح. تلاحظون أخوة ابتعد عن الجادة وابتعد وما التحق بأبيه نوح، والقرآن واضح إلى أن كأنه القرآن قال له إنه ليس من أهلك، هذا خلاص أنه عمل غير صالح مو من أهلك، فأنت لا تعول عليه ولا تعتمد عليه كثيرا حتى لو انحرف، حتى لو شق طريق آخر. يبقى أنه الإنسان بذاته، الإنسان بإيمانه، الإنسان هو ذاك الإنسان. هسه تعال ثقافة أهل البيت صلوات الله عليهم، الله يخرج الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث. فبالنتيجة مو بالضرورة هاي كفكرة هسه كنفندها، مو بالضرورة أن يكون الإنسان مثلا الإنسان مو بالضرورة أنه إذا كان آدمي خوش إنسان مو بالضرورة لازم يكون ابنه همين شنو خوش إنسان. هسه يؤدي اللي عليه، يربي أبنائه، يصلح أبنائه، يوجه ويرشد أبنائه. إن إجوا للطريق فبها ونعمت، ما إجوا للطريق هو يبقى يسعى قدر ما أمكن، ما أجى للطريق خلاص بعد خو. عندنا القرآن واضح، ابن نوح شق طريق آخر والقرآن قال له إنه ليس من أهلك. فبالنتيجة على الإنسان أنه ما نريد نقول أن الإنسان ما يوجه وما ينصح وما يرشد، تلاحظون، وما يبلغ وما يأمر بالمعروف، لا يؤدي اللي عليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولكن إذا وصل إلى خلينا نسميه طريق انسدت كل الأبواب وجهه الإنسان، يبقى على أنه هذا الإنسان معذور في ساحة الله تبارك وتعالى. كانت هنالك إساءة إلى أبي طالب، مع أن أبا طالب عرف بإيمانه. لو وضع
إيمان الخلائق بكفة وإيمان أبي طالب بكفة لرجحت كفة أبي طالب. النبي يتحدث والأئمة صلوات الله تعالى عليهم أجمعين يتحدثون عن هذا الرجل المؤمن أبي طالب. وهكذا من ضمن الحديث عن هذا الشخص أن لنور أبي طالب، نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ الأنوار، قوة إيمانه. نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ الأنوار إلا الأنوار الخمسة، إلا أصحاب الكساء، إلا الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. لاحظ، فإيمانه واضح، روايات واضحة صريحة جدا وبينة. فبالنتيجة كان مؤمنا، استخدم تقية لأجل الحفاظ على النبي ولأجل الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأجل الدين حتم عليه أن يستخدم التقية. هسه عندنا اكو فرق بين التقية وبين المنافق، بين النفاق وبين التقية. لاحظ، المنافق اللي كأنه يظهر الإيمان، يظهر الالتزام، هذا المنافق اللي تلاحظه يظهر التزامه ويظهر تدينه ويظهر، تلاحظ، أنه على الجادة الصحيحة، ولكن داخله شنو؟ داخله كفر، داخله أنه واقعا ابتعاد عن الله عز وجل. هذا المنافق. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا أنه ظاهر تدين من خلال لسانه، من خلال كلامه، من خلال تلاحظون صلاته، تشوفوا هذا تقول أنه قاعد يظهر لي التدين، بس من ترجع الواقع هذا إنسان بعيد كل البعد عن الدين والتدين. هذا المنافق هو منبوذ، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا أنه إلى عذاب وإلى حساب. أما التقية لا، التقية وضحها غير، يظهر الكفر، يظهر الكفر بس هو في داخله شنو؟ مؤمن. والقرآن يذكر لنا مصداق. عمار ابن ياسر هيك يعبر عن القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كان مكرها ومكره على ذلك. زين. بالنتيجة أن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه كان أنه رجل بلغ مرحلة كبيرة من الإيمان، رجل موحد، ومن خلال الروايات الكم الكبير من الروايات. فقلت لك الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه أيضا كان مظلوم بأبي وأمي، وظلاماته كثيرة على أي حال. وهكذا الظلم يتعدى إلى شخص الإمام الحسن عليه السلام، كان مظلوما، وهكذا الحسين صلوات ربي وسلامه عليه. قلت لك وحتى ذرار الأئمة صلوات الله عليهم ظلموا واقعا ظلامة كبيرة جدا. بشكل مختصر، حتى أنه صاحبة هذا اليوم وهي الليلة السيدة سكينة صلوات الله عليها بنت الإمام الحسين روحي لها الفداء، سيدة جليلة عظيمة، أمها تلك السيدة الجليلة المعروفة بالرباب، وأبوها بعد واضح كوضوح الشمس، سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وتعرفون هسه زوجات الإمام الحسين وحدة من عندهن شهربانو، آخر ملوك الفرس، هاي الأولى وحدة من عندهن. وهي أيضا كانت سيدة عظيمة إلها شأنها عند الله عز وجل، سيدة شهربانو، بحيث أنه كانت تدعى بشاهزنان. ومعنى شاهزنان يعني سيدة العالم. والإمام علي صلوات ربي وسلامه عليه أنه غير اسمها، قال لها أنه أنت بعد يكون اسمك شهربانو. لاحظ، إكراما على أن سيدة العالم هي فاطمة الزهراء صلوات، سيدة نساء العالمين. تلاحظون إلى يوم القيامة تبقى هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هسه قيل هاي شهربانو هي أم الإمام السجاد عليه السلام، هذا قول. البعض يقول لا، أنها مرضعة والمربية للإمام زين العابدين السجاد، وأنه أم الإمام السجاد تدعى بفاطمة، وتوفيت أثناء إنجابه، أثناء ولادته توفيت تلك السيدة صلوات الله تعالى عليها. الزوجة الثانية للإمام السجاد سلام الله تعالى عليه اللي هي آمنة أو برة أو مرة، اللي هي ليلى أم علي الأكبر، هاي الزوجة الثانية. لاحظ، وهذه أيضا سيدة عرفت يعني تدينها وأخلاقها وعلمها وورعها، وإلها ذيك المكانة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. يذكر أيضا أن له الزوجة الثالثة اللي هي تلك السيدة الجليلة السيدة الرباب بنت امرؤ القيس. امرؤ القيس مو هذا الشاعر المعروف صاحب المعلقات، وإنما رجل
من نصارى الشام، كان مسيحي فدخل الإسلام، بعد ذلك دخل الإسلام. امرؤ القيس اللي هو أبو الرباب، زوجة الإمام الحسين عليه السلام، اللي من ضمن أبنائها عبد الله الرضيع، وكذلك السيدة سكينة صلوات الله تعالى عليها. والزوجة الأخرى للإمام الحسين عليه السلام اللي هي أم إسحاق للمعلومة، تزوجها الإمام الحسن عليه السلام، وأنجبت للإمام الحسن اللي هم واحد من عندهم طلحة، ثم أنه فاطمة، ثم الثالث اللي هو أنه هسه قيل أنه الحسين الأثرم كذا. ثم بعد ما استشهد الإمام الحسن وكانت له وصية قبل شهادته على أنه أوصى للحسين على أن أم إسحاق لا تخرج من دوركم، يعني يردون يحافظون عليها، امرأة نقية ورعة مؤمنة، وأنجبت صديقة واحدة من بناتها اللي هي فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى اللي أنت بجوارها صلوات الله تعالى عليها. فتزوجها بعد شهادة الإمام الحسن الإمام الحسين عليه السلام، وأنجبت له فاطمة العليلة. أي فالجنبة تاريخية حلوة. فاطمة العليلة اللي هي أمها أم إسحاق، سابقا كان متزوجها الإمام الحسن، بعد شهادة الإمام الحسن تزوجها الإمام الحسين عليه السلام، وأنجبت له فاطمة العليلة صلوات الله تعالى عليها. الزوجة الخامسة اللي تذكر أيضا للإمام الحسين عليه السلام امرأة تدعى بأم جعفر، وهذا كان مات كأنه فترة وجود الحسين، كأنه طفل كان صغير ومات، وتدعى بسلافة، اسمها سلافة. زين، على أي حال، واللي وجرني إلى هذا الكلام السيدة السكينة صلوات الله، سكينة بنت الإمام الحسين اللي هي بنت الرباب، أمها الرباب سلام الله تعالى عليها. هاي قلت لك مكانتها، عظمتها، شأنها رفيع. أنا بس أبين الشبهات وأجيب عن تلك الشبهات حتى أختم، وإحنا بيوم هذه السيدة الجليلة، يوم وفاة السيدة سكينة صلوات الله تعالى عليها. السيدة سكينة البعض هكذا يذكر من الشبهات على أنها كانت تجالس الشعراء. طبعا ناهزت من العمر 70 سنة السيدة سكينة، عمرها تقريبا وصل ل70 عام. البعض يقول هكذا. طبعا الأمويين صاروا يبثون بهذه السموم حتى يقللون من شأنها، يقللون من شخصها، يقللون من مكانتها. ينقل أن الحسن المثنى بن الحسن الصبط، هسه قيل أنه جرح في كربلاء وما استشهد. على كل حال، في حياة الإمام الحسين عليه السلام تقدم أن يتزوج إما فاطمة بنت الحسين أو السيدة سكينة، فبين له الإمام الحسين، قال له أما فاطمة فمن ناحية التدين أنها كجدتها فاطمة، ومن ناحية الجمال أنها كالحور العين السيدة فاطمة. قال أما ابنتي سكينة، الحسين يقول له، فإنها غالب عليها الاستغراق بالله، فلا تصلح للرجال، فلا تصلح لرجل. معناه شنو؟ معناه أنها امرأة منقطعة آنذاك مع الله تبارك وتعالى وعبادة الله عز وجل، بين راكعة بين ساجدة، بين تتلو القرآن، بين المناجات، بين الدعاء. تلاحظون هاي حياتها كانت. فيقول للإمام سلام الله تعالى عليه أن السيدة سكينة سلام الله تعالى غالب عليها الاستغراق، غالب عليها الاستغراق في الله عز وجل، منقطعة مع الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول لك ما تصلح لرجل، يعني كأنه هذا شغلها، أنه اتخذت طريق العبادة. هسه تقول لي هذا أمر ممدوح مو ممدوح؟ طبعا وهذا جانب القرآن يذكر أن عيسى ما تزوج، والقرآن يمدحه سيدة وحصورة، كان منشغل بين التبليغ وبين عبادة الله تبارك وتعالى. على أي حال، فبالنتيجة أنه كان هذا ديدنها، امرأة زاهدة تقية ورعة مؤمنة عابدة عظيمة، امرأة جليلة سيدة سكينة صلوات الله تعالى. وهذا على لسان الإمام الحسين يقول في حقها، يقول لأنها كانت غالب عليها الاستغراق في الله عز وجل، كثيرة العبادة.
فيقول له ما تصلح لرجل، على أنه هاي تقضيها عبادة كذا، والرجل له حقوق فيحتاج الحقوق من المرأة، وهذه لربما تلاحظ ربما أنه تريد أنه تنشغل بهذا الجانب العبادي وتنقطع إلى الله. هسه قيل هكذا خطبت في عهد الإمام الحسين، خطبها عبد الله الأكبر بن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مو القاسم، عبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن المجتبى، خطبها يقول لك لاحظ، وأنه يعني إلى أن بعد ذلك استشهد وما تزوجت وبقت على هذا الحال. أبين الشبهة. المدائني وكثير من الباحثين أو الكتاب دول اللي دفع إليهم حتى يبثون سموم على آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، حاولوا يسيئون إلى هذه السيدة. أبو الفرج الأصفهاني واحد من عندهم أيضا، في كتبهم كتاب الأغاني وغيره، يذكرون على أنها كانت تجالس، طبعا قلت لك هاي سموم الزبيريين والأمويين، على أنها كانت تجالس الشعراء، كانت تجالس الأدباء وتجالس الشعراء، مجالس الزبيريين وغيرها كذا. شايد الشبهة اللي يطرحوها على هذه السيدة الجليلة صلوات الله تعالى عليها. وطبعا هاي عارية من الصحة، ذولا مخدوش بهم ذولا اللي نقلوا هاي الروايات. هذا من جانب آخر أن هذا فيه تناقض، يعني مع كلام الإمام الحسين في حقها على أنها غالب عليها الاستغراق في الله عز وجل، امرأة عابدة تقية ورعة. لاحظ يناقض هذا الكلام على أنها كانت تجالس الشعراء وتجالس الأدباء. من جهة ثالثة على أنه آل محمد، بنات محمد العلويات، مو يحيى المازن يقول أنا 20 سنة جار لعلي بن أبي طالب يتكلم عن زينب ما سمعت لها صوتا ولا رأيت لها ظلا. مو من عادتهن أنه يطلعن، ما حد يعرفن، حتى ما حد يعرف أسمائهن سلام الله تعالى عليهن أجمعين. ولكن قلت لك هذا فيه تناقض، من جهة مجالس الغناء والطرب والشعر وكذا، بعض الأحيان أكون ذم من قبل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول له أنه ربما أذهب، هيك يقول للإمام الصادق عليه السلام، أروح أنه للمرحاض، أروح لي كأنه بيت الخلاء، يقول له أروح عندي جار، هذا الجار عنده كأنه جواري، أسمع غنائهن وأسمع الطرب وكذا، وربما أطيل الجلوس حتى أستمع، ربما أطيل الجلوس. الإمام الصادق قال له لا تفعل. كررها مرة ثانية أنه فقط أستمع، أنا ما أتأثر أنا بذلك. الإمام قال له لا تفعل، كررها ثالث مرة وهكذا، إلى أن قال له إن أما قرأت قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله يسألك عن اللي شفته وعن اللي سمعته وعن، لاحظ، عن كل هذه التفاصيل. الله يسألك عن الصغيرة والكبيرة تبارك وتعالى. فبالنتيجة هاي النسبة لهذه السيدة الجليلة السيدة سكينة نسبة عارية عن الصحة. زين، هسه ليش هذا القول مالتهم؟ ليش قالوا هيك وأساءوا لهذه السيدة بهذا الكلام؟ صار لبس عند البعض، والبعض لا تعمد، مو لبس عنده، اتعمد على أنه راد يبعد هاي القضية، مجالسة الشعري وأهل الشعر والشعراء والأدباء، راد يبعدها من امرأة اللي هي تدعى بسكينة بنت خالد بنت مصعب بن الزبير. وهاي النسبة قلت لك، وهذا العمل كانت من الزبيري، واحد أيضا همنا يعني صاحب كتب وكذا وراوي، نسب هاي القضية للسيدة فاطمة بنت الإمام السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام، وراد يبعدها عمن يبعدها عن سكينة بنت خالد بنت مصعب بن الزبير. لاحظ، وهاي طامة كبرى مع شديدة، كانت تجالس الشعراء وتجالس الأدباء، يعني من ضمنهم عمرو بن أبي ربيعة. هسه هاي الرواية اللي رواها هيك على أنه أكو نساء قاعدات يم السيدة سكينة، وصار ذكر عمرو بن أبي ربيعة، صار ذكره على أنه شعره، ملامحه، كلامه، فصاحته،
بلاغته متحنة ذن النساء، متحنة بحضرة السيدة سكينة على روايات دولة، فمتحنة. فهي قالت أنه إن أردت أنه نأتي به، يعني عندكم رغبة أن نجيبه. فعلا أنه حسب كلامهم على أنه بعثت إليه فجاءوا به، يعني إجا هو وحضر عندهم إلى الصباح يقرأ الشعر وإلى آخره والدرميات. مع الأسف واقعا قلت لك حتى أنه يرفعون من مقام هذه وتلك على حساب آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. يا ويلهم من الله تبارك وتعالى. على كل حال، فالخلاصة البعض قلت لك اشتبه والبعض تعمد. المقصود بسكينة اللي كانت تجالس الشعراء وتجالس الأدباء، اللي هي سكينة بنت خالد بنت مصعب بن الزبير، هاي كان ديدنها، لاحظون. أما السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام لا، كما قال الحسين عنها بأنها كانت غالب عليها الاستغراق في الله عز وجل ومنقطعة مع الله عز وجل بالعبادة والصلاة. هذه سيدة جليلة صلوات الله تعالى عليها. ورأت، أقول حتى أختم، رأت مصائب كربلاء بأم عينها، شافت مصائب كربلاء، وهي كانت كلما تنظر إلى الحسين تبكي صلوات الله عليها. ولذا أنه من الدواهي واقعا أن بنات محمد ينقلن سبايا من بلدة إلى بلدة، وكانت من ضمنهن هي هذه السيدة سكينة صلوات الله عليها. احنا بيوم وفاتها وحضرت هذه السيدة الشريفة صلوات الله عليها، إن شاء الله اللي عنده حاجة بأبوابهم صلوات الله عليهم أجمعين. السيدة سكينة شافت كربلاء بأم عينها، ورأت ما صنع بالحسين عليه السلام وما جرى على الحسين وماذا فعل بأبي عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وشافت عمتها زينب وشافت بنات محمد ماذا جرى، حتى أنه جاء ذلك كما قال الباقر عليه السلام، ذلك الفرس كان يصهل، يقول الباقر عليه السلام، ويقول الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. هذا الحيوان كان هكذا يقول. والسيدة سكينة شافت، يقول لك شافت هذا الحال، وشافت جواد الحسين السرج عليه ملويا ملطخ بالدماء، وإجى بحضرة آنذاك ووقف بين يدي زينب صلوات الله عليها، وهي رأت ذلك الحال وهرعت إلى عمتها زينب. سيدة سكينة هرعت إلى زينب صلوات الله عليها، يقول بك السكنة ونادت بالمذلة يا عم المرحط بالقلب علة، طلع زينب صارخة تقل، طلع زينب صارخة تقل يا مرع زين، قل عزين وانا يا مهر حسين، قل لي عن ولي بعد فيا يا خايب بي يا شفي، كم صواب قل بقلب خي، ومن يا جرح دمه يفور أكثر، يا مهر حسين قل حسين وانا اخذنا وياك ودينا الولينا، هاي الخيل ساعة ولفت لينا، نريد يقوم وبرده يتوزع، يقول لك زينب تنظر إلى سكينة تندب جده المصطفى وجده وحمزة وعلي، أيوا حسنايا وفاطمة، قالت لي يا جدي بعد شل بحياتي وتمنيت يا جدي مماتي، والله تمنيت يا جدي مماتي
قالت لجد عبايتك جيبه وشذا بعباتي استر بيها عماتي وغواتي. ويل زينب نادت على الفاطميات تعال نشدن وياي العبايات تدرن ما بقى عندنا برنبات. قوم نخلي نسوي اللي السامات ونسوي النطارة وكاتبة وكات يا عم هلا هلا بالغريبات مبجوعات بالوال وسليبات يا عم مصيبة جن مصيبات. ما أدري هذا الموقف يقول لك رجعوا ضعن الحسين رجعوا إلى مدينة رسول الله. هناك زينب وياها سكينة وبنات محمد تغير شكلهن. يقول لك زينب وبنات محمد وقفوا وين؟ وقفوا يم محمد بن الحنفية. وإذا بمحمد صار يعز الإمام السجاد عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين. والسجاد قال له عظم الله لك الأجر بأخيك أبي عبد الله. يقول لك وإذا بالأثناء التفت محمد بن الحنفية قال للسجاد يا ابن أخي قل لهذه الأجنبية يعني يقصد زينب بل تبتعد عنا نحن في مصيبة وعزاء أراها تعدق النظر إلي. أي شو تريد المرأة الأجنبية الغريبة تتنوع أن تتفرج علينا احنا في مصيبة. وإذا بالسجاد قال يا عم محمد ماذا تقول؟ هذه ليست أجنبية. منو هاي؟ قال لها هذه عمتي زينب الهاشمية. نقول له حقك يا ابو جاسم ما عرفتني لأن المصايب غيرتني والمصايب عزين الداينتني نزلا على عيوني وعمدني. صارت تقول له محمد محمد محمد. قال لها زينب مو من عاتش تقول لي انت اخي يا ابن والدي ما تقولي لي محمد. قالت له باسمك راح اقول لك من اليوم وغاد يا محمد يا شريد دل وخواني. خويا عفت على النار كلمة الخوة وجيت يا محمد بعد حرمت على لساني. والله مو معناها مو قدها يا ابو جاسم لجن مثل عباس وين القى خذاني. بيت الدعاء بيت الحاجة. يقول لك المرأة الثانية اللي ما عرفت زينب منهم السيدة ذيك أم البنين من طرقة الباب على بنات محمد ودخلت يقول لك مشت من يم زينب وما عرفت زينب. شاعر يقول تعدت أم عباس من يم زينب ترى وتنشد النزوان يا والمرة يعني زينب الكثر متغيرة يعني زينب الكثر متغيرة. قابلت زينب وقعدت هي وياها على التراب وصار تسألها عن أولاد هذول وفوا للحسين أم ماذا. كان السؤال الأخير عن باب الحوائج أبو فاضل. قالت لها يما زينب يما رد نجدك على راعي المحنة يما رد نجدك على راعي المحنة يما الزوى الخواتم من خنة يما أنا أدري غيور وبيه ظنه يما إن كان ما راضين عنا أنا لروح الكربلة وعاتبنا وحليب الرضع تلحر منا. لا يما شو تقولين هذا أبو فاضل. قالت الحمد لله يا يما على نصيبي وحلال عليك يا وليد حليبي. يما حق الوالد على الولد ما ينقاس وما وفى ولد لما بجميع الناس وانت وفيت لي وكفيت يا عباس. يما نوماسك ما على نوماس.
إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله، شافي وعافي مرضانا، اقضي حوائجنا. إخواني آبائي الحاضرين، من كان له حاجة، من كان عنده مريض، من سألنا الدعاء، من كان طالبا للذرية، اللهم اقض حوائجهم بكرمك، شافي وعافي مرضاهم، يسر أمورهم، فرج عنهم، وارزق طالبين الذرية ذرية الصالحة المباركة الطيبة يا رب العالمين يا الله. إلهي تقبل منا هذا اليسير بكرمك يا أرحم الراحمين، عجل لوليك الفراج، واجعلنا من أنصاره وأتباعه وشيعته ومن المستشهدين بين يديه. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية بحق محمد وآله القرشية، اقض حوائجنا، شافي وعافي مرضانا، اغفر ذنوبنا يا رب العالمين يا الله. إلى روح النبي الأمين وعترته الطاهرين، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين، أرواح الشهداء السعداء، أرواح العلماء، أماتكم جميعا. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة المباركة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.